عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. عملت الفسيخ يا جماعة في 10 ايام بطريقة جامدة جدا جدا جدا. يلا بينا نشوف. وطري بمعنى كلمة طري. بصوا يا حبايبي، طري 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 اهو. طري بطريقة جميلة جدا زي الزبدة. يلا بينا نشوف الفيديو احنا عملناه ازاي. فتحت منه اهو يا جماعة زي السكر. يلا نشوف الفيديو احنا عملناه ازاي. بيقعد 10 ايام وتاكلي منه زي السكر. يلا نشوف الفيديو. عجبوا الفيديو حطوا لايك واشتراك في القناه عشان يوصلوا كل جديد. يلا بينا نشوف الفيديو يا حبايبي. والله يا حبايبي هناكل احلى فسيخ من ايد ام حماد. تحفه. فسيخ تحفه جميل جدا جدا جدا. وبدل ما نشتري ب 300 من بره و350 احنا هنعمله في بيتنا بكل بساطه وبنظافه وتمام التمام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. انا جبت 2 كيلو من البوري يا جماعه، غسلته حلو، وقفته كده اكتر من 4 ساعات كده يصفي ميته. لما ما عادش فيه ميه نشف خالص وراح زي الفل اهو. انا عندي هنا 2 كيلو من البوري، 4 بوريات اهمت 2 كيلو. تمام. هنعملهم فسيخ. طبعا انا صفيتهم خالص، وما يمنعش ان احنا ايه نجففهم كمان كده بالمناديل بالطريقه الحلوه. انا مصفياهم بقالهم 4 ساعات، موقفاهم في حاجه واقفه كده. تمام. هنعمله بقى حبايب فسيخ هيقعد معانا 10 ايام وناكل منه. 10 ايام بس في الحر ده، وهناكل احلى فسيخ ان شاء رب العالمين وباذن الله. اهو. طبعا البوري غالي اليومين دولت يا جماعه، والفسيخ اغلى. الفسيخ نور، يعني كيلو ب 300 و400 النهارده. فاحنا ليه نعمله؟ احنا نعمله ببيتنا بالطريقه الحلوه دي. تمام. هنحتاج معانا ايه بقى يا حبايبي؟ هنحتاج ملح خشن اهو. ملح خشن احلى حاجه للفسيخ، الملح الخشن ده. وعندي ورق لورا وعندي الشط بس. في ناس بتحط له كركم، انا مش عايزه احطه، عايزه اخليه على لونه كده. تمام. هنحط شطه على الملح اهو. انا معايا 4 فسيخات 2 كيلو، ومعايا نص كيلو من ملح. يعني 2 كيلو فسيخ نص كيلو ملح. ومعاه كم ورقه من اللي هو اللورا ده، بيحوش الزفاره يا جماعه، ما بيخليش زفاره في الفسيخ خالص الورق ده، ورق الغار ده. وهنحط شويه شطه مش اكتر من كده، وهنلفه تمام التمام، وهنلفه باستريتش، وهنظبطه تمام، ونحطه عندنا 10 ايام وهنفتح عليه هناكل احلى فسيخ. تمام. خليكم معايا اجيب الاكياس اهو يا حبايبي. انا جبت الاكياس التلاجة دي، هحط كل 2 في كيس. تمام. طبعا انا مسكته كله بقى ايه، نشفت نخاشيشه كده كمان بالمناديل، ما خليتش فيه اي حاجه كده. الطريقه الحلوه دي، الطريقه دي ما خليتش فيه اي ميه، تنشفه ميته خالص خالص خالص. ما تخليش اي حاجه فيه ميه نهائي. بالطريقه الحلوه دي نشفت نخاشيشه كده كده كده. احط المناديل كده بالطريقه دي، عشان الميه لو فضلت يا جماعه في الفسيخ تعفنه. لازم يكون ناشف خالص خالص، لازم. نشفته كله بالطريقه دي اهو. حلو كده. تمام. هناكل بقى احلى فسيخ من ايد ام حماد الطريقه الحلوه دي اهو يا حبايبي. اهو كله دخلت فيه المناديل كده في النخاشيش بالطريقه دي، وما خليتش اي حاجه كده. وبقيت اسيب المناديل شويه كمان، لان انا مصفيها بقاله 3 4 ساعات، موقفاه خالص اهو. حتى المناديل طالعه نضيفه اهو كده. عندي بقى هنا حطيت شويه شطه اهو، وعندي الورق اللوري اهو. دي الخلطه اللي هنعمل بيها الفسيخ اهو يا حبايبي بالطريقه الحلوه دي. وكده هنعمل الفسيخ اهو. نشفناه خالص اهو، خليناه ما فيهوش اي ميه اهو بالطريقه الحلوه دي. كله نشف خالص اهو، ما فيش اي ميه فيه ولا اي حاجه فيه. لازم ينشف كده يا حبايبي اهو يا حبايبي.
كده قلبت الخلطة كلها اهي، في الشطة وورق اللوري والملح، وده ملح خشن يا جماعة. هنبدأ بقى نحط في النخشوش كده، نملى النخاشيش كده بالطريقة الحلوة دي كده. نملى النخاشيش كده ونكبسها بالملح الناعم، بالملح الخشن مش ملح ناعم، بالملح الخشن. تمام اهو. نبدأ نملى النخاشيش كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. دايما لما تصلوا على النبي يا جماعة كل حاجة ربنا بيصلح حالها في ايديكم كده. كل حاجة بتبقى حلوة في ايدكم وبتطلع مظبوطة وجميلة بالصلاة على النبي كده. تملي النخاشيش كده بالطريقة الحلوة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. الطريقة الحلوة دي كده. نملى النخاشيش خالص ملح. وهنبدأ بقى نحط في اكياس ونرمي عليه الملح. هحط كل 2 في كيس زي ده اهو يا حبايبي. انا حطيت كل 2 في كيس، يعني بيعتبر كل هنضرب 2 كيلو من الفسيخ، يعني يعتبر كل كيلو في كيس. هنبدأ بقى طبعا احط ظهري في بطني كده، يعني واحدة عكس عكاس كده للاتنين كده. تمام. طبعا نرش عليهم الملح جوه كده، نرش عليهم الملح في الكيس كده بالطريقة الحلوة دي. وبعد كده هبدأ بقى ايه اقفل واحط اكياس بالطريقة الحلوة دي كده. ابدأ بقى اقفل واشرب لهم ملح خالص اهو اهو. طبعا ده ملح خشن يا جماعه، بيحدق الفسيخ وما بيديله الحدق بتاعه المظبوط وما يحدقوش جامد. حلو قوي الملح الخشن ده. طبعا كل بتوع الفسيخ شغالين بالملح الخشن ده. هلفه بقى معاكم اهو. هجيب ورق الاسترتش وهلفه معاكم اهو يا حبايبي. انا كده حاطته في كيس كبير اهو. طبعا هو في اكياس جوه اهو صغيره، وهربط عليه الكيس ده وكمان كيس وكمان كيس وكمان كيس، وفي الاخر هلفه بورق الاسترتش. هلفه بورق الاسترتش. تمام. هحط اكياس كتيره بالطريقه دي. خلاص احنا كده خلصنا، بس تحط في اكياس زي ما انت عايزه بقى، اكياسك براحتك. وبعد كده هلفه بورق الاسترتش وهنحطه في مكان دافي. هنحطه في مكان دافي، ممكن تحطه في فرن البوتاجاز، ممكن تحطه في ضلفة المطبخ، في اي مكان دافي وتحطيه، لان الفسيخ بيحب المكان الدافي عشان يطلع زي الزبده. ان شاء الله باذن الله 10 ايام من النهارده وهنفتح عليه بمشيئه الرحمن. خليكم معايا هلفه الاسترتش واوريه لكم اهو يا حبايبي كده. عدناه وطلعنا منه الهوا تمام كده. وهنبدا بقى ايه الفه بورق الاسترتش. انا حطيته كده يجي في 10 اكياس ولفيته جامد اهو، ضربته جامد وطلعت منه الهوا جامد عشان ما يبقاش فيه هوا خالص. هلفه بالاسترتش لسه اهو يا حبايبي. انا كده تقلت عليه اللفه خالص اهو. وهبدا بقى احطه في الكيس دهوت، واحطه بقى ايه في مكان دافي لمده 10 ايام. تمام. ان شاء الله نفتح عليه بمشيئة الرحمن وننزل الفيديو باذن الله. هنقعد من النهارده لحد 10 ايام مستنيين بقى لما نفتحه باذن الله، وهناكل احلى فسيخ، وهتشوفوا احلى فسيخ من ايد ام حماده بالطريقه اللي انا عملتها. طريقه بسيطه جدا جدا، وما تشتريش من بره. الكيلو البوري ب 120 جنيه. جبت 2 كيلو. هتعمليهم هتجيبوهم من المحل معمولين ب 600 جنيه. كيلو ب 300 جنيه 350. طب ليه؟ انت هتعمليه بنظافه وفي بيتك وبايدك، و10 ايام هتاكل احلى فسيخ وبألف هنا حبايبي. ان شاء الله نفتح عليه باذن الله ونوريه لكم. خلاص انا جمدت عليها اهوت بالستريتش، خليته متين خالص 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 زي ما انتم شايفين كده. هحطه بقى في الكيس واعينه في مكان دافي بمشيئة الرحمن. يلا بقى نستنى 10 ايام يعدوا ونفتح عليه ونشوف. يا حبايبي انا نسيت اقول لكم حاجه، يعني بس احنا سايبينه كده 3 ايام. 3 ايام التانيين نعمله كده. تمام. كل 3 ايام نعمله كده، نقلبه على الجنب التاني كده. تمام. انا رديت تاني عشان اقول لكم المعلومه دي. 3 ايام كده ونرجعه كده. 3 ايام ونرجعه كده. نحطه على كل 3 ايام على جنب كده وكده كده
نظبط فيه كده كل 3 ايام. ماشي يا حبايبي، كده هنشيله بقى لما نفتح عليه، وان شاء الله هناكل احلى فسيخ مع اختكم حماده، وبالف هنا يا حبايبي، بالف هنا. اهو يا حبايبي الفسيخ انا طبعا عملته وعدى عليه 10 ايام، مش اسبوع، زودت على الاسبوع كمان يومين، وهنفتحه النهارده مع بعضنا اهو، وهنشوف ايه الفسيخ عمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. يا حبايبي هنفتح الفسيخ النهارده مع بعض معانا اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. اهو يا حبايبي كده انا عاملاه بقاله النهارده 10 ايام. انا قلت اسبوع وهناكله، زودته كمان يومين، قلت عشان يبقى مستوي خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا حبايبي بسم الله ما شاء الله، شكله زي الزبده فعلا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقه اهو يا حبايبي بسم الله ما شاء الله. انا شلت بس الورق اللي عليه الاولاني. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. هنفتحه بقى من الاكياس اللي فاضله ونطلع قدامكم اهوت ادي الفسيخ. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك لنا فيه، اللهم صل على النبي. بصوا يا جماعه، الله طري زي الزبده، الله. اهو يا حبايبي يلا بقى هنفتحه قدامكم برضو اهو يا حبايبي. كده انا طلعت الفسيخ بسم الله ما شاء الله، طري يا جماعه وجميل ومزبد ما شاء الله زي الزبده. اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله. بصوا ايه العسل ده، جميل جدا جدا جدا. يلا بقى نفتح واحده وهنشوفها عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عشان بصور نفسي فمش متملكه قوي. اللهم صل. حبايبي انا فتحت الفسيخ بسم الله ما شاء الله، والله يا جماعه زبده بمعنى كلمه زبده. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. عسل حلو قوي قوي يا جماعه، ولا حادق ولا اي حاجه، شكله جميل، لون الورد فيها اهو. اللهم صل على النبي. في هنا لسه ما فتحتوش اهو. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، طلع بالجمال والحلاوه دي. اللي يعجبه الفيديو حطوا لايك واشترك في القناه عشان يوصلوا كل جديد. 10 ايام يا جماعه وتاكلوا احلى فسيخ من ايديكم، بدل ما تجيبوا الكيلو من بره ب 300 و 350، لا بتجيب الكيلو البوري من السوق ولا 2 كيلو بوري وتعمليهم زي السكر. وبألف هنا يا حبايبي، وبألف ألف هنا. تحفة 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 تحفة، طعمه جميل جدا جدا جدا. والله ساعة فتحته وانا عمالة اكل فيه، حلو قوي قوي يا جماعة. بألف هنا يا حبايبي.